الاهلي بيخسر من انبي 1-0 في اول مباراه ليه في كاس عاصمه مصر. والله عيب قوي يا جدعان اللي بيحصل مع النادي الاهلي ده. البطوله اللي انشئت وتاسست عام 2022 لحد دلوقتي الاهلي مش عارف يكسب مباراه في البطوله. ده اللقاء التاسع للنادي الاهلي في البطوله. الاهلي تعادل 4 وخسر 5. يستروب ذات نفسه اللي بيلعب مع النادي الاهلي مدرب النادي الاهلي لعب 8 مباريات ما خسرش ولا مباراه. اول خساره ليه تبقى في كاس عاصمه مصر. النهارده الاهلي سمك لبن تمر هندي. اللعيبه دي المفروض محسوبه على النادي الاهلي لعيبه ببلايين. اي مشجع للنادي الاهلي ما بيقبلش الخساره ما بيقبلش التعادل حتى لو في مباراه وديه، رغم ان البطوله دي جوائزها اكتر من دوري نايل نفسه. شفنا لعيبه النهارده كتير في النادي الاهلي اسماء لكن جوه الملعب مش اسماء. النادي الاهلي اللي دخل النهارده بتشكيل الصف الثاني مدعم بمجموعه من الشباب امثال عمر سيد معوض، حمزه عبد الكريم، محمد عبد الله، لكن الاهلي ما كانش هو الاهلي. في دروس مستفاده بنستفيدها من المباراه دي. اولا واخيرا جراديشار لازم مجلس اداره النادي الاهلي يتخلص منه ويجيب لنا مهاجم قوي. في لعيبه كتير بتتدارى وسط النجوم. بنشوف لعيبه كتير لما الاهلي ما بيبقاش فول تيم ما بيحدثوش الفارق. عايز اقول لحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلاه عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته. فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي يا جماعه مش هو الاهلي. جماهير النادي الاهلي متضايقه مخنوقه. لعيبه بملايين ما بتعملش اي حاجه. عمر كمال عبد الواحد ومحمد شكري المفروض كفاياهم على كده. المفروض يطلعوا على فريق سيراميكا كليوباترا يلعبوا مع الكابتن علي ماهر. لو تشوف الهدف اللي دخل في النادي الاهلي، اللعيب خد محمد شكري رايح جاي وفي الاخر دخل بيه منطقه الجزاء. محمد شكري شده بالفالنه. قله خبره من محمد شكري. النهارده محمد شكري كان تايه. شفنا النهارده اول حضور لسيحه لاعب النادي الاهلي حارس المرمى، يعتبر اول مشاركه ليه مع النادي الاهلي. شفنا عوده اشرف داري من الاصابه. شفنا وجود حسين الشحات اللي بقالنا فتره ما شفناهوش. لكن النادي الاهلي النهارده ما مسكش الكوره دقيقتين 3 على بعض رغم الاستحواذ اللي كان سلبي الاهلي. مفيش جمل تكتيكيه، كله بيقف على الكوره. عمر كمال عبد الواحد ما لمسش كورتين 3 صح. الاهلي ما قدمش المرجو منه النهارده داخل المباراه، رغم ان ناس كتير ما كانتش بتتفرج على الاهلي يا جماعه خالص في المباراه دي، لان كانت كلها متابعه المعمعه اللي ما بين الجزائر والامارات في كاس العرب اللي كانت مباراه قنبله. فما حدش اهتم، ناس كتير ما اهتمتش انها تتفرج على مباراه النادي الاهلي. بس النهارده اي نعم اللعيبه دي لسه بتلعب مع بعضها جديد او ده مكمل. بس النهارده فكرونا بالكابتن حلمي طولان والصف الثاني والصف الاول. مفيش حاجه اسمها صف ثاني ولا لعيب اول ولا لعيب ثاني. المفروض تبقى قد التيشيرت اللي انت لابسه. انت بتنتمي للنادي الاهلي، المفروض تأدي اللي يرضي عليك ربنا وضميرك في الملعب. المفروض تاكل النجيله. واحد زي احمد العش، واحد زي طاهر محمد طاهر. اللعيبه دي بتتدارى في وسط النجوم. ما شفنا لهاش النهارده اي ابداعات. الاهلي النهارده كان مفكك. كنا مستنيين النادي الاهلي يكسب المباراه حتى يبيض وشنا كاس مصر. النهارده الاهلي عمل رقم قياسي سلبي ان 9 مباريات لم يحقق الفوز في البطوله، رغم ان هو انسحب مره من بطوله من سنه منهم. لكن ال3 سنين او دي السنه الثالثه اللي بيشارك فيها النادي الاهلي مفيش مكسب. المفروض اللعيبه النادي الاهلي بيعدها على سنه اللعيبه اللي جايه من اصابات واللعيبه اللي هتكمل معاه واللي مش هتكمل، وهيعملوا تقييم عشان شهر يناير جاهز عشان شهر يناير قادم انا اسف ما بين اللعيبه اللي هتكمل مع النادي الاهلي، ما بين اللعيبه اللي هيجد لها، ما بين اللعيبه اللي هتروح اعاره. شفنا النهارده زي منتخب حلمي طولان لعيبه النادي الاهلي النهارده ما قدمتش اي حاجه في كره القدم. بالعكس انبي كان اخطر وانبي اضاع فرص حقيقيه. والكابتن حمزه الجمل يعتبر النهارده عمل مباراه على النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه اسمه تقيل، ما ينفعش كده. ما ينفعش مجلس الاداره يفكر البطوله
بالشكل ده المفروض يحفز اللعيبه، اقول لهم احنا عايزين ناخد بطوله على الاقل ما نتغلبش. وزي ما بقول وزي ما بعيد وزي ما بكرر، انك تنتمي للنادي الاهلي ده شرف، انك تشجع النادي الاهلي ده فخر. كان معكم محترم المحترم، شكرا ليكم، سلام عليكم.